السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم في مطبخ مرح راح ندير معكم كيكة تاع الشوكولا. سهلة التحضير وبمكونات اقتصادية موجودة في كل منزل. ذوق تاعها رائع والشكل شباب بزاف وتقطع لنا كمية كبيرة. هذا هو الشكل تاعها وراح نمروا للمقادير وطريقة التحضير. في الإناء تاع العجانة تاعي راح ندير 4 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة. تقدروا نتوما تستعملوا الروبو وتقدروا تخلطوا الخليط تاعكم غير باليد يدويا. راح نشد الكاس تاعي اللي فيه 220 مليلتر اللي ميزور 220 مليلتر. راح ندير كاس غير ربع تاع السكر العادي. نخلي البيض تاعي مع السكر يتخلطوا مليح حتى يولي اللون تاعهم ابيض. من بعد راح نزيد كاس غير ربع تاع الحليب وكاس غير ربع تاع الزيت. ونخليهم يتخلطوا. كما قلت لكم الوصفه تاعنا تاع اليوم هي اقتصاديه، ما درتش فيها الزبده، درت الزيت. وفي الكيك تاعي درت الزيت وراح يجي رائع، يعني راح يجي يذوب في الفم. وزدت له ثانيك خميره، عفوا ماشي خميره، زدت لافاني. لافاني تحبوا ديروا ليكيد ولا تحبوا ديروا سكر فاني كما درت انايا. وراح نحبس الروبو تاعي بعد ما تخلطوا كامل المكونات. في هذا الوقت راح نشد الفرينة تاعي. غنبدا ندير بالكاس ونشوف الخليط تاعي الى يكون متجانس. درت الكاس الاول اللي درت به الزيت والسكر ونخلط ونشوف معكم يعني الى كان الخليط تاعنا شويه ثقيل، يعني الخليط تاعنا ما يكون ثقيل بزاف ما يكون خفيف. درت كيس تاع خميره كيماويه وراح ندير لهم ثانيك الكاكاو اون بودغ باه يعطينا اللون تاعو اللون الاسود. 2 ملاعق تاع كاكاو غبره ولا ديروا شوكولا اللي ديروها للحليب. ديروا 2 ملاعق ونخلطوا. وراح نزيد ثاني كاس واحد اخر تاع الفرينه لاخاطش الخليط تاعي راه يعني ليكيد بزاف سائل. بيان سور انا كنت ندير الفرينه يعني ندير غير بشويه ونشوف شحال تاخذ لي، لاخاطش الكيك تاعي باش كل ما تحبوا الكيك يكون رطب يلزم ديروه يكون سائل. قد ما ديروا الفرينه قد ما يجي الكيك تاعكم يعني قاصح. الكيك يعني باش يكون مليح رطب يلزم يكون ماشي معمر بزاف الفرينه، يكون فوالا يكون خفيف. دونك انا درت 2 كيسان تاع الفرينه. دونك شديت السنيوه تاعي درت لها دهنتها بالزبده ولا الزيت، تحبوا تدهنوها بالزبده ولا الزيت مع الفرينه. السنيوات هذوك تاع الفرن اللي عندنا كامل اللي يجوا مع الافران، يعني الحجم تاعهم كامل نعرفوه. دونك دهنته بالزيت ودرت له الفرينه وشعلت الفرن تاعي على 200 درجه وكل واحد على حسب الفرن تاعو وخليته يطيب. في هذا الوقت نشد السيغو تاعي. درت كاس تاع السكر، كاس ماشي معمر تاع السكر، ودرت له قهوه سريعه الذوبان. ومن بعد راح نزيد ندير له الماء، كاس تاع الماء. دونك كاس ماشي معمر تاع السكر، قهوه سريعه الذوبان وكاس تاع الماء. ونخليه فوق النار حتى يعني واحد حوالي 10 دقائق هكذا حوالي. في هذا الوقت راح نوجد لاشونتيي تاعي. دونك درت كاس تاع لاشونتيي تاع غبره. انا استعملت لاشونتيي تاع غبره في الكيك تاعي على خاطرش يقعد الشكل تاعها هو. دونك ما تهبطليش ماشي كيما لاشونتيي تاع السائله يعني تاع الليكيد. دونك خلطت الغبره تاعي كاس تاع لاشونتيي غبره مع نص كاس تاع الحليب. الحليب يلزم يكون بارد فوالا.
وهذا هو الشكل تاع لاشونتيي تاعي. دونك أنا باش درت لها لون وحداخر يلزم عليا نخلط لها شوكولا، نوتيلا ولا شوكولا تاع الطالي أي نوع عندكم، باه تعطينا اللون هذاك الشباب. فوالا ونخلطها. في هذا الوقت الكيك تاعي طاب، وكيما حنا نعرفو دايما باش نعرفو كي الكيك تاعنا إلا طاب نديرو بالسكين، ندخلو السكين ونشوفو إلا خرج لنا ناشف نعرفو الكيك تاعنا بلي طايب. ملي طاب لينا الكيك تاعي شديت هذاك الخليط تاع السكر والماء وقهوة سريعة الذوبان ومسحته من الفوق، ودرك راح نوجد يعني الطبقة الأخيرة هي تاع الشوكولا. دونك أنا خلطت هنا شوكولا سوداء مع شوكولا بالحليب مع لا كريم فريش، لا كريم ليكيد، درت لها غير شوية، تحبوا ديروا ثانيك حليب غير باش نذوب. وجا الوقت تاع المونتاج. دونك بعد ما برد الكيك تاعنا، كي درت له برد يعني خليته برد ودرت له الخليط تاع قهوة سريعة الذوبان، يعني السيرو تاعنا الشربات. ومن بعد راح نديرو فوقو لا شونتيي، نديرو طبقة شابة تاع لا شونتيي من الفوق اللي درناها بكاس تاع لا شونتيي مع نص كاس تاع حليب بارد، ونحط طبقة كامل من الفوق. دونك لازم يكون الكيك تاعنا بارد باش نحطو فوقو لا شونتيي، سينو راح لا شونتيي تاعنا راح يذوب وما راحش يشد في الشكل تاعو. فوالا ندير لا شونتيي كامل من الفوق ونكمل الكمية، ونخلي غير كمية صغيرة اللي راح ندير بها التزيين يعني في الأخير، هي اللي زينت بها المرسوات التومعي. نروحو غير بشوية ويلزم كامل الطبقة العليا تجينا متساوية باش كي نديرو الشوكولا تاعنا ما تروحلناش من جهة وحدة. فوالا درت الشوكولا اللي ذوبتها مع لا كريم ليكيد، كيما قلت لكم تقدروا تذوبوها مع الحليب. درت حوالي 200 غرام تاع الشوكولا. راني نشرح لكم في نفس الوقت نعاود المكونات. فوالا وهذا هو الكيك تاعنا، يعني كيما قلت لكم اقتصادي ويقطع كمية كبيرة كبيرة. الحجم حبيتو ديروه أحجام كبيرة ولا حبيتو ديروه صغيرة كيما أنا درتها متوسطة يعني ماشي صغيرة بزاف. وقد ما قعد هذا الجاتو قد ما يولي مليح، يعني ماشي يطول بزاف مي هذاك النهار يكون مليح بصح كي يبات يكون أحسن، لاخاطش الشوكولا تكون شدت روحها مليح ولات شوية خير من النهار الأول. فوالا نشد الكيك تاعي ونبدا نقطع فيه غير بشوية بشوية. كيما قلت لكم لا طاي كل واحد واش يحب يدير. هذا هو الشكل تاعو كي قطعته كامل، وما يبقى لكم غير انكم تزينوه من الفوق. التزيين يكون اختياري، كل وحده تزينو كيما حبت. انا اختاريت ندير وردات صغار بالشونتيي. تقدروا تزينوه بالشوكولا ذايبه وتقدروا تزينوه بالفيرميسيل تاع الشوكولا، يعني كل وحده كيما حبت. فوالا ان شاء الله تكون الوصفه تاع اليوم نالت اعجابكم وتجربوها، وإلا جربتوها قولوا لي في لي كومونتير إلا عجبتكم. فوالا وإلى وصفات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.